السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. في بداية الكلام زي ما قلنا امبارح كده اهو، الفيديو ببلاش، يعني الاشتراك واللايك والشير برضو ببلاش. صلي على الحبيب ونبدأ الفيديو. الشغل الشاغل من امبارح حوار احمد سيد زيزو. طب انا يعني بعد ما نخلص الفيديو كده اهوت، اللي هيتفرج على الفيديو نكتب كده في التعليقات لو تسمحوا، هل زيزو غلطان ولا لا؟ انا من وجهة نظري زيزو مش غلطان، لان الراجل ده كان سبب رئيسي في الاحتقان ما بين جماهير الزمالك وزيزو. هشام نصر ده كان السبب الرئيسي احتقان الزايد ما بين جماهير الزمالك وما بين زيزو، وطلع قال كلام ما حصلش. طلع قال ان زيزو هو اللي طلب فلوس كتيره وهو اللي مش عايز يجدد، وسوق سمعه زيزو مع الجماهير. فاقل حاجه ممكن تتعمل للراجل دوت ان هو يشوفه ما يسلمش عليه، يعني هو حر بقى، اللي يحصل يحصل. بس في حاجه يا جماعه انا عايز اقول لكم عليها مهمه قوي. هو انتوا بتتكلموا على زيزو، يعني كابتن طارق السيد امبارح اللي انا ما شفتلوش يعني ما قدام الاهلي اي حسنه قبل كده، هو اتعملها من ساعه لما كنت بتفرج كوره وهو كان بيلعب. وكابتن احمد دويدار اللي هو يعني على الله حكايته هو كمان، متحمسين قوي ان زيزو لا ده بروتوكول ولازم يتحاسب وما يصحش وعيب والكلام ده. طب هم شافوا زيزو بس، ما شافوش خوان 2000 عمل ايه؟ ده ما سلمش على سياده الوزير اشرف صبحي. يعني خوان 2000 عدى، وفي كذا لعيب من الزمالك، بس هو يعني كان باين قوي عشان هو طبعا قصير شويه فباين يعني. تمام، عدى ما سلمش على اشرف صبحي وما سلمش على اتنين كمان ومشي عادي يعني. ما حدش بقى قال لك البروتوكول واصلك، ولا عشان هو كان مغلوب فزعلان فما ينفعش يسلم. يا جماعه عيب اللي احنا بنعمله ده. هو اي حاجه وخلاص عشان الراجل ابتدى يرجع لمستواه وابتدى يرجع بقى وهيحط على الدنيا كلها، نيجي احنا نقول ان هو ما سلمش ومش هينفع وازاي والبروتوكول وعيب والكلام ده؟ لا يا جماعه، لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده اصلا. الراجل يا باشا هو حر يسلم ما يسلمش. انا من وجهه نظري انا شايف ان هو سلم. لو حد عنده راي تاني ان زيزو غلطان يكتب، يعني هنعمل تصويت ونشوف مين اللي هيكسب. يعني انا يعني الحمد لله الحمد لله بيجي لي مثلا في الفيديو اقل حاجه 1000 مشاهده. نشوف في ال1000 دول مين هيقول ان زيزو غلطان ومين اللي هيقول ان زيزو مش غلطان. وبشكركم، وبرجو ان انا ما اكونش ازعجت حد الفتره اللي فاتت، وبرجو ان يكون التحليل بتاعي بيعجب الناس عشان نستمر. وما تنسوش